اهلا بكم فيديو جديد. معاكم مارو. احنا موجودين في اخطر مكان في ميامي، وفي نفس الوقت هو مكان كله ارتس وحاجات. ففي هنا عصابات سود كتيره، في هنا كميه ارتس كتيره. هناخد لفه واوريكم المكان وخليكم معايا، وبعديها هنتكلم عن شويه حاجات عن الايجار وعن العيشه في ميامي، او تحديدا في فلوريدا. زي ما انتم شايفين الشوارع كلها مباني عاليه. تمام، احنا في قلب الداون تاون بتاع ميامي. نظافة، عالم نظيفة جدا، عربيات زي ما انتم شايفين، بورش ومش عارف ايه وحاجات، وتسلا جنبي اهي، والدنيا شايفين نفس الناس لابسين ميامي ميسي تيشيرت بتاع انتر ميامي. تمام، يعني اجواء تبقى جامدة جدا، خصوصا ان احنا في قلب زي ما بيقولوا ايه المدعكة. شايفين بقى هنا واحنا ماشيين كده، اوريكم شوية حاجات. بصوا العجل هنا في كل حتة في داون تاون ميامي. تمام، مش بس العجل ده، كمان شفت الروبوت اللي هو بيوصلك الاكل، اللي هو تبقى صندوق كده عليه 4 عجلات وبيمشي. والله شفته بس ما حدش صوره، هحاول اصوره لكم. كان شكله جامد جدا. بصوا الناس والعالم عامله ازاي بجد. انا لحد دلوقتي عجباني ميامي جدا. بدأت دلوقتي تبين البحر. احنا حرفيا المكان تحتيه ميه، يعني احنا نمشي حاجات بين البحر كده. هوريكم، انا مش عايز طبعا احرق لكم الموقف او قصدي المنظر. طيب انا مش عارف اصور من الدوشه، ولكن هبدا الفيديو من هنا. انا موجود في قلب الداون تاون، في مطعم على البحر زي ما انتم شايفين كده. تمام. الغريب في الموضوع كله ان المطعم ده بيعمل اكل عربي ومكسيكي مع بعض. هحط لكم الفيديو دلوقتي اتفرجوا عليه، وبعد كده تعالوا نكمل. نزلوا لي الاكل، طلبت تشيكن رايس وحمص وسلطه وشويه خضره، عشان انا بحاول اظبط اكلي في الجيم. بص المنظر والفيو عامل زي الناحيه التانيه. احنا حرفيا في قلب الميه. تمام، والمطاعم تحت الميه، يعني المطاعم بين الميه في ميامي. بجد الاجواء جامده جدا وتحفه جدا جدا جدا. زي ما انتم شفتوا الفيديو، بيعملوا الاثنين مع بعض، عربي ومكسيكي. ودي حاجه كانت غريبه عليا شويه، اللي هو ليه يعمل عربي ومكسيكي. بس خليني كمان اوريكم كام حاجه، اوريكم المنظر والفيو عامل ازاي في المكان اللي انا قاعد فيه ده. بصوا المنظر عامل ازاي، تحفه والله العظيم. المنظر حرفيا تحفه. حرفيا احنا قدامنا هنا كل البوتس او اللانش او ايا كان هتسموها ايه، في قلب ميامي، في قلب الداون تاون بتاع ميامي. بصوا العماير هناك عامله ازاي. على فكره انا عامل عدسه وايد، لو عملت عدسه كده بصوا هيبان كوبر الفنادق عامله ازاي. بصوا انا قبليها رحت في مكان عباره عن بوت، خدتني لفه مش حلوه قوي، 50 يعني هتلاقي 5 من 10. مبدئيا كده الاماكن كلها، الشوارع كلها، المحلات كلها زي ما انتم شايفين كده لازم يكون عليها رسومات. والرسومات دي طبعا في ناس عاملينها رسومات، مش مكنه بتيجي تتبع الحاجات دي، مش بهزر. المكان ده يعتبر مكان تاريخي، ولكن مكتوب ان العصابات بتوع السود بوظوه. فمعظم المحلات بدات تتباع او تتقفل زي ما انتم شايفين كده. تمام، بسبب ان السود بيسرقوا او الامريكان الامريكان او البلاك امريكان يعني. تمام، مش عايز اقول الاسماء وركز في الموضوع. المهم ركزوا معايا. بصوا انتم شايفين معظم المحلات قافله، ولكن في محلات فاتحه لسه وعليها رسومات زي ما انتم شايفين، او المحلات كلها عليها الديزاين او الارتس ديت. تمام، انا هاخد لفه وانا اوريكم المنطقه كلها، ونحكي شويه حاجات عن امريكا وعن تحديدا فلوريدا والايجار والحاجات دي. حتى الارض ما خليوش منها ورسمين عليها حاجات. بصوا اصلا الديزاين بتاع الجراج اللي انا ركنت فيه يعتبر. تمام، فتعالوا نبصوا هناك الديزاينات والحاجات دي، تعالوا نتفرج. طبعا امريكا مشهوره بالعربيات زي ما انتم عارفين، او ميامي سوري مشهوره بالعربيات الفانسي او الغاليه زي ما انتم شايفين، ماستنج جي تي. تمام، تعالوا نمشي شويه ونستكشف مع بعضينا. تمام، خلوكم الساعه 1 الظهر، الجو حر جدا جدا جدا، ولكن انا عشانكم والله نزلت المكان ده. فبصوا تعالوا بقى نتفرج. بصوا الالوان عامله ازاي في كل حته. المكان شكله جامد جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين المكان كله ده مكان اكل شغال فاتح عادي جدا. المكان بصوا زي ما انتم شايفين كده كله عباره عن الوان وحاجات. بصوا شايفين المنظر عامل ازاي. بصوا بجد شكله تحفه جدا. بصوا فوق خالص المكان كله كده، المكان كله عباره عن ارتس، بس فنون تجميليه كده بلوحات شكلها تحفه بجد. يعني هنا الواحد يجي ياخد صور. لو انت موجود في ميامي لازم تيجي تاخد صور، ده ميوزيم او متحف يعني. حبيت اصور لكم كل حاجه. نخش بقى في موضوع الفيديو. الايجارات هنا
في ميامي. تمام. في اماكن غاليه جدا جدا جدا، وهي الابارتمنتس اللي هي ليها جيت بتتفتح، ليها سكيورتي والكلام ده. ممكن تلاقي 2 بيدرومز عاملين $4000 ولا حاجه، ولا $5000 كمان. لكن في ابارتمنتس عاديه عامله 2000 وشويه، 3000، يعني معدل كويس بالنسبه لكاليفورنيا. شايفين المبنى عامل ازاي؟ المبنى ده يا جماعه يعني متكلف، المبنى التاني برضه متكلف، يعني متكلف بجد والله. يعني اللي اترسم عليه الحاجات دي بجد هو تعب عليه جامد. بص المبنى كله مترسم عليه ازاي بجد والله يا جماعه. المنطقه شكلها تحفه جدا جدا جدا. حتى بصوا الاوتيل اللي فوق شكله عامل ازاي. فهي المنطقه كلها شكلها جامده جدا والله. انا بصراحه متفاجئ. حتى سله الزباله مرسوم عليها، كل حاجه مرسوم عليها. بصوا المنظر، بصوا شبابيك المحلات كلها مرسوم عليها ازاي. شايفين. بصوا يا لهوي. المهم نرجع للموضوع. اللي انا كنت بص استنى بما اني بتكلم. بصوا لسه كنت بتكلم على ايه، مش عايز اقول اسماء حد. شايفين نايمين على الارض. فانا عارف ان هم يبوظوا الدنيا هنا. انا عرفت وشايف شات جي بي تي وجوجل وكل حاجه، هم خربوا الدنيا هنا. تمام. ما اسالش ليه، ما تعرفش ليه. طبعا هنا لما تيجي تعمل سيرش على حاجه زي الحاجات دي، تمام، مش هيرضى يقول لك ديتيلز عشان ما تبقاش عنصريه، ولكن احنا عارفين ليه. تمام. نرجع للموضوع. الفكره كلها ان انت مقارنه بالولايتين هتلاقي متناسبه. تمام. ولكن متناسبه للناس اللي عايشه في كاليفورنيا بس. لكن انت لو الناس عايشه في تكساس او عايشه في نيفادا ولا عايشه في اي حاجه من الولايات ديت، تمام، بالنسبه لهم الناس دول هيبقى الولايات مش هركز في الكلام. تامبا سوري ميامي فلوريدا او كاليفورنيا تحديدا، اورانج كاوني والحتت ديت هتبقى بالنسبه لهم غاليه جدا. تمام. لكن بالنسبه للناس التانيين ما اعتقدش. شايفين الناس السياح عمالين ياخدوا صور. تمام. اي حد بيجي المنطقه دي، صدقوني المنطقه دي يعتبر سياحيه بطريقه بحته. تمام. بيجوا منها السياح من كل الاماكن. نرجع بقى للموضوع بتاعنا المهم. الجاز هنا يا جماعه مثلا نص السعر بتاع الجاز اللي عندنا في كاليفورنيا. هتقولي طب ايه ده معناه كده ان هي رخيصه؟ لا، اقول لك ليه. الشغل وساعه العمل هنا مقارنه بكاليفورنيا ما تعتبرش غاليه. يعني هتقولي يعني ايه؟ يعني من الاخر سعر الساعه هنا رخيص مقارنه بكاليفورنيا. فهتحس ان ايه. احنا دخلنا مكان جبت منه مشروب وبراوني. هصور لكم الاثنين شكلهم جامد. تعالوا الاول اصور لكم المكان. بصوا المكان الديزاين بتاعه عامل ازاي، شكله جامد جدا والله. ما بياخدوش كاش، مش مركزين، ما بياخدوش كاش. انتوا عارفين ليه؟ لان المكان زي ما قلت لكم في منطقه المفروض كانت نضيفه بس باظت بسبب السرقات وكده، فهم بطلوا يبقى عندهم كاش. يعني من الاخر لو في حد دخل يسرق حاجه مش هتلاقي كاش. قلت لكم انا عارف ودورت ان المنطقه مش امان. it is what it is. عشان تعرفوا هنا امريكا برضو يعني مهما كان امريكا بس مش امان للدرجه دي يعني. بصوا حاطين هنا لعيبه الكوره كلهم، ماشي، مش كلهم يعني بس حاطين لعيبه كوره. تمام. وهنا محلات برضو على اليمين عليها علم كولومبيا، مش عارف ليه الصراحه او الغرض منها ايه. تمام. ولكن الحاجه اللي انا عايز اوريها لك واللي هي الروبوت. بصوا الروبوت اهو، الروبوت اللي هو بيودي الاكل والشرب للاماكن وكده موجود. فاكرين في فيديو من الفيديوهات قلت لكم ان هو موجود في الشارع اهو قدامكم. تمام. فحاجه جت سبحان الله كده في الكاميرا وانا اصلا مش مستعد لها. بصوا المكان كله عامل ازاي، اصلا شكله جامد جدا بجد. ده كان الفيديو. انا حبيت اصور لكم المنطقه كلها ونتكلم شويه عن الاسعار والمعيشه في ميامي. زي ما شفتوا كده المنطقه كانت تعتبر عن منطقة كويسة جدا، ولكن العصابات او الناس البلاك الامريكان بلاك او الافريكان امريكان بوظوا الدنيا. وشفتوا كمية الهوملس برضو كانت قد ايه. المنطقة لحد ما كويسة، في محلات فاتحة ولكن في محلات مكتوب عليها ان هي الايجار. ده كان ملخص الفيديو. تمام. زي ما قلت لكم ان الايجارات هنا مقارنة بكاليفورنيا يعتبر هي ولكن سعر البنزين هنا ارخص مقارنة بسعر البنزين هناك. الاكل والشرب عملنا فيديو قبل كده وكلمنا فيه عن الاكل والشرب، وزي ما انتوا شفتوا برضو الاكل والشرب هو الاكل والشرب اللي هناك، ما كانش فيه فرق برضو. ما اعتقد ان كاليفورنيا وفلوريدا يعني من الاخر متناسقين مع بعض، بس سعر الساعة مختلف شوية. ده بس ايه المقارنة بينهم.
اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش تعمل فولو على الانستجرام وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.